صحيح يعني اول حاجه انا كويس تمام مفيش حاجه، ما عندي ما باخدش ما باخدش كورتيزون وما بيحصلش حاجه. انا كنت لسه صاحي من النوم، فالناس قاعده تقول لي انت وشك منفخ ووشك بتاع. لا انا تمام اهو يا جماعه عادي ويعني لابس اوفر سايز بس ما تخنتش قوي يعني تمام. المهم انا كان بيطلب مني كتير حته اللي هو انا كان نفسي اعملها ان انا اسافر بره واعمل حاجات في تركيا والكلام ده كله. فقررت ان انا اعمل مكان تركي بس في مصر تمام، عشان احنا ما عرفناش نسافر وقصه كده. فهنجرب النهارده مكان تركي وبيعمل بقى الشوز التركي والحركات والنار وسيخ الكفته اللي ينزل لك متر وتلفوا بالحاجات دي. بقول لك ايه تجربه يعني انا خلصتها وبقول لكم الانترو وبقول لك ايه ادخل شوف. المهم بقى يا جماعه المكان ده هو اسمه اصلا كلاود تمام، وبيعمل اكل تركي. بس انا اخدت بالي ان هو مهتم بالتفاصيل بطريقه اوفر. يعني انت هتاخد بالك انت اول ما تخش هتلاقي ايه مكتوب كلاود وشلال عمال ينزل ميه. تخش شويه تبص على السقف هتلاقي السقف معمول بستايل كلاود، والراجل بقى مصمم بيقول لك بص السقف ماشي ازاي مع الارضيات، يعني الارضيه شبه السقف بالظبط يعني فاهم. مهندسين ربنا يكون في عونهم اللي عملوا الكلام ده. لدرجه ايه ان انت هتيجي تخش الحمام هتلاقي المرايه كلاود برضه، اي حاجه السور بتاع بره كلاود، اي حاجه قال لك هنعمل كلاود 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 كلاود. وواخد بار بره كده عامل ستايل معين. فانا عجبني اصلا ستايل المكان من جوه والفايب بتاع المكان، وانا عمري ما جربت اكل تركي، فحابب فكره ان انا اجرب الاكل التركي والتخبيط بقى والشوهات والحركات وبتاع. وبقول لك ايه يلا نزل. بس بقى احمد بس جبت بقى لك شويه حاجات. شويه ابيتايزرز تركي، موت. والنبي خد لهم كده شويه موت. انسرتات عشان اقول لك بقى ايه الابيتايزرز التركي باساميهم اللي اصلا قاعدين بنحفظ فيها بقالي ربع ساعه انا ومصطفى. تعال اقول لك اساميهم يا مصطفى واحده قول واحده لأحمد. كده. ديت اجيازما اجيازما، اشي ازمه. ديت ايوه جاجك، جاجك. دي بقى اسمها غريب شويه برضه بابا غنوج عادي. ايه الكلام ده؟ ودوت متبل ودي حمص. يا اما ده متبل وده بابا يعني هو لا ده متبل وده بابا غنوج صح. عندك بقى اسامي بقى دي حاجات اللي هي الكولد، ودي محمره. ده بقى يبرك صرمه. يبرك صرمه. يبرك صرمه. جبت لك بقى حاجه جامده. الراجل بساله هو ده اسمك ايه؟ راح قال لي ده اسمه يبرك صرمه. بعد كده قال لي والله ما بشتمك. جبت لك اشلي. دي اشلي. دي اشلي. يا اشلي اسمها سهله برضه اسمها دي. اشلي. تعالى ناخد حته اشلي. افتح كده اشلي. بص دي اللي أنا اشلي، بقوله ده. دي كوبيبه وجواها فستق وزبيب ولحمه مفرومه. اشلي حلوه. تعالى بقى معلش عايز اجرب بس ايه ابرك صرمه. لا لا ده اللي يبرك صرمه وده الجاجك. ماشي. ده حد يرجع في الفيديو يقول لنا اسمه ايه. دي سيجاره ابو ليه؟ سيجاره بوريه. ايه ده؟ دي مش سبرينج رولز؟ آه. يا سيدي ها على التفاصيل. راجل مهتم بكل التفاصيل. تعالى بقى ندوق ايه. ده الاشي ازمه. ولا شويه طماطم معموله بالفلفل حراق مع ده سبايس قوي، فيها بصل فيها بتاع. اضرب حمص اضرب حمص. لا تعالى بقى نشوف الحمص. تعالى نجرب بقى مع العيش التركي، نجرب كل حاجه مع دول. من الواضح يعني ان انا ايه ما افهمش في الاكل التركي، وانا والله كنت عايزين نسافر انا ومصطفى تركيا نصور هناك، بس هي تعالى نجرب هنا في مصر. بحب الحمص ده قوي. وده بابا غنوج عليه سماق ورمان وزيت زيتون اللي هو اسمه متبل يعني. افتح كده الحته دي كده من النص كده وريني. طب تعالى. هل اللي في دماغي صح دي ايه ولا دي؟ لا؟ جواها ايه دي؟ ايه بقى دي؟ حاطين السجق ايوه لفينها، يعني مش فارمين سجق، لا حاطين سجق ايوه لفينها فاهم؟ طعمها لذيذ قوي برضه، مقرمشه كده من بره والميكس جوه لذيذ. طب والتانيه دي ايه بقى؟ دي جبنه؟ تجرب اليبرك ما صرمه. تغلطش لك ما هي تغلطش. اسمها كده. ده ايه ده يا عم؟ ده مش صباع محشي ده يا ريس ده. ده هو عم زي المحشي بتاعنا بس جواه لحمه مفرومه كتير بقى مع الرز فاهم. ناخده مع الزبادي. الزبادي القوام بتاعه تقيل قوي. احنا بنتعرف النهارده على الاكل التركي. جرب الجاجك. الجاجك والزبادي بالخيار يعني. جاجك يا باشا. هو الزبادي عنده قوام غريب قوي، تحس ان هو قلب على شكله لبنه. هو تحس ان قريبه برضو من الحاجات اللي هي السوري واللبناني برضو. ده جامده قوي المحمره دي. مروا عليها عين جمل ومعاها دبس رمان. ملخص ابتايزرز التركي، ابتايزرز لذيذه فيها انواع كتير قوي وهتنبسط وانت بتنزلها، بس لازم تبقوا جروب كبير ونزل بقى اللي بعده بقى. بصوا بقى يا جماعه انا بحاول الحق احفظ الحاجات. ده بيدا يا باشا. ايه البيضه دي؟ عارف لما كنا لما بتيجي تشوف فيديوهات تركيه وتلاقي الراجل مطلع حاجه من الفرن كده بتبقى طويله وحاطين فيها مكونات كتير، فاحنا جبنا بيضه. الحته دي اسمها كشباشي، بعد كده سجق، بعد كده كشباشي. هتقول لي ايه الفرق بين الكشباشي ده والكشباشي ده؟ ده كشباشي من غير جبنه وده كشباشي بالجبنه. تعال ندوق الكشباشي اللي بالجبنه ولا من غير جبنه. البيضه دوق السجق. انا شايف ان احنا ندوق اللي احنا عارفينه. طب احنا عايزين نقطع حته كده. هات لي بقى حته بيضه بالسجق. ما نقول منقوش منقوش يا ريس. هما بيطرقوا الحاجه. سجق كمان تحسه عارف ان طعم النقانق، فتحس مع طعم مع الجبنه مع العجينه بتاعتهم. العجينه حلوه قوي. انا عجبني قوي
حتى الحته ديت مع حبه البركه والسمسم وبتاع. طب ندوق الكشباشي. انا هدوق الكشباشي بالجبنه. خلينا في الكشباشي اللي بالجبنه. وشي منفخ يا مصطفى. انت وشك زي الفل يا حميد. حالتي بايظه. لا عزاء للكومنتات، وشك زي الفل يا باشا. فشخت في الكومنتات. هي دي بقى الكشباشي. تحسها هي لحمه متقطعه مع فلفل وطماطم، لا وفلفل احمر وفلفل اخضر، ومعاها قطع لحمه صغننه، وريحه التتبيله كده برضو ايه طاغيه من تحت كده. حلوه برضه يعني العجينه ظابطه مع طعم اللحمه مع ميكس الخضار مع الجبنه. شكلها حميده مغري. انا ليه عندي ريفرنس ان الاكل التركي ده مزيت قوي وبتاع كله دهون وكده، بس لا ده طعمه حلو قوي. دهون بس حلو. منديل الله يبارك لك من هناك. تيجي نخش على الكشباشي اللي من غير جبنه؟ لا ما خلاص بقى اكيد الكشباشي اللي من غير جبنه هيبقى طعمها من غير جبنه. ما نتخنش ونكبر ونبقى. عندك يلا نخش على اللي بعده. اديني قطمه محمره. ايوه استنى كم من 10؟ لا 9 من 10. بص بقى احنا دلوقتي هنعمل حوار السيخ الكفته اللي هو المتر ده. هو جايب لك بقى بتاع كده بتبقى طويله. بص طولها قد ايه؟ لا متر بجد يا احمد. ودي اوبا كفته متر يا احمد. اوعى وصلت اوعى المتر يا ريس. ايوه هيعرف يسحبها ولا اوعى ايه الصوت ده؟ اوعى طلع مجرم. طلع مجرم بقى. ايوه دي حركات تركي فعلا انت عارفها. دي بقى بناكلها ايه بقى؟ بنلفها ونعملها سندوتش ولا؟ محمد كان بيسحب السيف من هنا كده، وكان دلوقتي محمد بيسحب السيف من كفته يا ريس وودي. وفلفلايه متحمره وبتاع والله شبه بتاع البراك قوي. ايوه غطينا على الكسر. ده حبيبي ده حبيبي. شويه بقدونس بقى مع بصل بالسماق وطماطميه في النص، ريحتها جامده. تيجي نقعد ناكل حميد. الوجبه دي يا حميد ما تتاكلش وانت واقف. ما تتاكلش غير وانت واقف. تعالى. ايه ايوه هي ريحتها اصلا يعني بص شم ريحتها. ده بيقول لك بقى بتبقى ميكس لحم بقري مع ضاني بيحط عليها توابل جبلي. خد الطماطميه اهي نغمسها بقى في الحمص. خش عليها يا احمد. يلا يا احمد. احنا هناخد دي كده. ايوه كفته لوحدها طعمها جامد قوي. كفته جوسي طلعت جوسي بجد اللقمه دي جامده قوي يعني والله العظيم مش بجامل. قسما بالله هي لو وحشه هقول عادي وحشه، هو الشو بتاعها حلو بس هي طعمها حلو قوي. 9.5 من 10. خلاص بقى انا زهقت من الحركه دي. بص بقى يا جماعه احنا كده بنحاول ناخد فول اكسبيرينس يعني تمام. فانت تعالى نشوف الفول اكسبيرينس هنا. البونلس تشيكن او اللي هي الفراخ اللي من غير عظم ان كان دخلت في اي حته فيها. ودي اشلي. عندك بقى الفراخ اهي. العيش ده برضه لذيذ العيش الصاج ده. خدها كده وبيقدموا بقى مع الفراخ مش رز او ده برغل. انا تحسه شبه الفريك مع الرز. بيبقى معمول بالحمص وعليه بصل وطماطم. انا مش فاهمه بصراحه. تحسه معجن كده. فهل البرغل اساسا المفروض بيبقى معجن ولا ده اساسا يعني ما اعرفش. انا ما استغصت ولا منه فريك ولا منه رز. ايوه لا بالظبط. انا حاسس ان هو فريك مستوي زياده عن اللزوم او رز معجن شويه فاهم. فراخ جامده قوي. ايه ده؟ دي عادي دوقها دي. هو الصلصه الحمراء اللي بيدهنوها على الحاجه كلها ديت. والبرغل ده مستفز. هو مش عاجبك بس تاكل منه فاهم. بس الفراخ حلوه قوي. تتبيله كده دايسه جوه خالص مع الشوي مع حته اللي بيدهن عليه احمر كده شويه. ادي الفرخه دي 9 من 10 وادي البرغل دوت 5 من 10. والله مش عاجبني. هعمل ايه؟ بص بقى عايز حاجه تركي كمان. قلت لك بقى يا باشا شو بقى فاهم. عارف اللي هو اغاني بتاعت فكري دم هو بقى عامل لك شو. ما اعرفش اصلا ايه اللي جوه الطاجن دي. يلا بينا نشوف كده. يا سيدي يا سيدي على الحركات. والله هو فكرة البتاع لذيذ. هو بيحطك في مود حلو يعني. اوعى يا راجل. كده في ايه جوه؟ ده بص البتاع لسه بتولع. اوعى ده طلع مجرم. طلع مجرم عم البص. دي تركي بقى دي. ده كده تركي. هو بيقعد يقول لك فخاره تركي وبتاع. هي دي فخاره تركي. لسه في حاجات جوه تاني؟ لا خلاص يا عم صب يمكن تلاقي حاجه. صب اللي بعده لسه في واحد كمان يا مصطفى. اللي بعده. يلا يا سيدي. ايوه ها يا سيدي على الحركات. اوعى كده وريني. لا ده طاجن كوارع ده ولا ايه؟ دي موزه صح؟ يا جدعان ستوب جامد قوي. انا برضه بصراحه يلا ده العظم نزل لوحده من غير اللحمه. اللحمه نسيتها جوه ولا ايه؟ احنا قاعدين كلنا جوه الطاجن اساسا. ده جايب رز بالشعريه. ده كل ده نزل رز بالشعريه. انا بقى نروح نشوف الحاجه هناك. انا حاسس ان انا الطقم بتاعي دوت مش لايق مع المكان قوي بس روح بقى.
خلصنا يا جماعه. انا بقى بحب الفايبز اللذيذه ديت بقى، يقعد يعمل لك شو وحركات وبتاع. طاجن ده فيه موزه، بس هي الموزه سابت البتاع اهي. ايوه اصل هي كلها اهي. ارمي دي بقى يا دي باشا. خلاص ملهاش لازمه دلوقتي. نحط روزماري معاها، وكل حاجه دايبه مع بعض مع الطعم بتاعها فاهم، مع الموزه. هي دي بقى الموزه التركي اللي بيقولوا عليها. لما تروح مكان يقول لك اعمل لك موزه تركي اهي. اكسبيرينس يعني انا اعتقد ان انا النهارده مش فكره تقييم، لان انا ما عنديش ريفرنس اقيم عليه، بس انت بتعيش المود وبتعيش الجو وبتاع. يعني هي اكسبيرينس كامله لذيذه. ده يا باشا ايه بقى؟ ده بقى عامل زي الميكس جريل، بس ميكس جريل في تورلي. انا عاجبني البتنجان ده على فكره، بيلته كمان اقوى شويه من الموزه التتبيله بتاعتها خفيفه شويه. هنا بقى التتبيله حلوه قوي. الرز زي ده خالص مع البتنجان مع ميكس الخضار. ده مش رز بالشعريه يا عم، ده رز حبه وحبه، لذيذ والله. تيجي نخش على الشو اللي بعده. يلا. هو ده يا جماعه الشيف اللي عمال يقول لي الاسامي. هو تعالى يا شيف والنبي الله يبارك لك. ده اكزيكتيف شيف تمام. لما كنت في الاكاديميه لما عرفت اكزيكتيف شيف ده اقوى حاجه بقى في الشيفات خالص. ده ايه بقى؟ كوزو بروزولا. كوزو بروزولا. طب نفتح الكوزو بروزولا. هسيح. افتحه انا عادي ليه يعني؟ تعالى نشوف الاوزو بروزولا. بص ده كوزو بروزولا خالص، ده طاجن ريش يا باشا. اوف هتموت يا سوسو. والله اوزو بروزولا رهيب. ده الاوزو بروزولا. تعالى نشوف الاوزو بروزولا دي بتعمل ايه. طيب انا اصلا ما كنتش ده اللي عامل حسابي عليه. يلا يا جماعه ده الكوزو بروزولا. تمام، اعتقد كلامي مفهوم وواضح والدنيا تمام يعني. ده يا باشا بيبقى خضار كتير مع بتنجان مع بصل مع هو نفس الفكره برضو، جزر وفلفل وبتنجان. ودي بقى يبقى معمول جواه ريش. عنده ريشه. استنى ابوك هيسيح. استنى. هو ده المدهن اللي احنا قلنا عليه. لا مش فاكر اكل التركي مدهن. بقول لك انا ترتيبي للطواجن ده الاوزو بروزولا يجي بعده اللي هو الميكس اللحوم جوه ده، يجي بعده الموزه. بس الريش جامده قوي. وهي الفكره ان الطاجن كبير يعني انت مش هتيجي تاكل هنا لوحدك كده كده، ممكن تاخد الاكسبيرينس بس ايه، خد حته اوزو مع قطمه ريشه بعدها بقى كده يعني. تاخد القطمه دي خضار مع الدهون اللي نازله من الريش مع الكلام ده كله جامد قوي ومختلف. يعني عارف لو انت بتاكل حاجه مختلفه فعلا. هي يعني حاجه انا مش عارف افتكر انا اكلت حاجه زيها قبل كده او حاجه لا. عندهم شو كمان. يلا ناخد شو كمان. انا عجبني الحوار. اصلا مقدر ده شو. اوعى يا ريس. اوعى. ده شغل عالي ده احمد. انا خايف. جامد. هو بيحط ايه بقى في ايده بقى؟ يعني ماسك ايه؟ هي ليمونه بس. انا هجرب اعملها. ولا ايه؟ المهم بقى انت بتعمل ايه هنا كمان؟ هو بيسوي لك حته الستيك قدامك بقى بعد الشو والحركات. يلا بينا. مش كنت عايز تسافر تركيا؟ انا سفرتك تركيا. برضه يا اسطى هيقول عافيه. لازم برضه يعمل لك حركات برضه. ثانية معلش بقى، بص بقى الصفة دي. ايوه كده ورينا. تركي. انا تركي يا زلمة. ايوه دي حته كده. ايوه زبدة موت. زبدة مالكش نصيب يا احمد. كفاية زبدة يا عم. مين ضايد يا باشا؟ بيسألوا على الراجل ده أول ما تيجوا عشان ده اللي هيعمل لكم كل حاجة فاهم؟ أهو اخيرا. حلوه. شكري ضم. بصوا يا جماعه بقى خلصنا الشو. بصراحه انا حبيت الفكره ان انا كنت انا ومصطفى هنموت ونسافر تركيا. فلو انت عايز تعيش اكسبيرينس تركي في مكان مصري هتيجي هنا بقى. هو مكان في مدينه نصر اساسا في يوسف عباس. ممكن بقى اخر حاجه تركي بقى خالص عشان نخليها تركي.
هننزل الحلو التركي وهي التريليتشي. يلا بينا. اخر حاجه بقى عشان ايه نرجع بقى من تركيا نرجع على مصر، تمام؟ فقلنا ننهي تمام بالتريليتشي. التريليتشي ده اصلا من الحلويات اللي هي اساسا تركيه. ده تريليتشي كراميل. ايه التريليتشي ده؟ بيبقى كيكه ومتسقيه بلبن، محطوط عليها طبقه قشطه من فوق، بتبقى كده. بص هي بتبقى من جوه عامله ازاي. ايه ده؟ التريليتشي دي من كتر ما هي بسيطه كتر ما هي جامده. بس جامده. دي كمان ميزتها ان هي معموله في نفس الكيكه، معموله في نفس الطاجن اللي معمول فيه البتاع. دي بقى السيجنتشر بتاعتهم هم. دي العاديه، دي بقى اللي بالبيريز. يعني دي تريليتشي عادي بس معموله. لا 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 لا، ده انا كنت مظبط اكلي طول الفيديو، هاجي في دقيقه ابوظ. هناخد بس بق فرابي كراميل، خد لك بقى فرابي كراميل، بق ميلك شيك بيستاشيو. بيستاشيو. ايه ده بيستاشيو قوي. ده كله فستق. ما عجبنيش البتاع ده. هتحس انت بتاكل فستق خفيف شويه. اما الفرابي كراميل ده جامد قوي. ده عجبك انت؟ بس انا ما بحبش البيستاشيو وهو داخل في الحلو. انما لا لا، دي رهيبه. انت تاخد الاثنين دول مع بعض كده. انت ممكن اصلا تيجي تاكل دول بس والله. ده فظيع. تعالى بقى الخص لك تجربه وتعمل ايه في كلاود. كلاود هي فكره الاكسبيرينس كامله، ان انت تاخد اكسبيرينس تركي. انا ومصطفى من لا انا هو سافرت تركيا ولا هو سافر تركيا، وفي نفس الوقت انا اصلا ما باكلش اكل تركي كتير، وكان عندي ريفرنس للاكل التركي ان هو حاجات مدهننه ومزيته وبتاع. بعد كده اكتشفت لا ان في حاجات كتير ومشويات فظيعه والطواجن والحاجات دي كلها اكتشفت انها اصلا تركي. فانت لو ما معكش فلوس تسافر تركيا او ما عندكش وقت تسافر تركيا وعايز تاخد الاكسبيرينس، فهتنبسط بقى هنا. بالظبط هتنبسط في المكان ده. انا عجبني وعجبني الفكره، والراجل ده شكله داخل عليا بشاي بس انا مش هاخد. ده كفايه يا ريس. تركيا كرم قوي. ده ايه شاي تركي؟ ده مصري عادي. بقول لك ايه، احنا خلاص ادي الشاي نزل لنا. تعالى بقى خد تجربه تركيه في ارض مصريه، وبقول لك ايه اقفل يا مصطفى.